سعد لي مساكم جميعا. هلا نحن هدفنا كثير اشخاص بيقولوا لي كيف بدنا نمرن صبيعنا بطريقه صحيحه. هلا في عده تمارين عادة بتشوفها على التواصل الاجتماعي او بعض الاساتذه اللي بتعلمك بتعطيك عده تمارين. هلا كل التمارين عادة بتصب بخانة انه الهدف تبعها هي تمرين الاصابع، انه مشان اصابعك يصيروا اسرع او اطرى نوعا ما. في عدة تمارين منهم اللي هو هيك، منه اللي هو هيك، منه اللي هو هيك. هلا مشان ما نصعب عليكم نحن الاشخاص المحترفين او حتى اللي عم بيتعلموا، نحن كل هدف عازف الاورج اليوم دايما اول اثنين بيكونوا عنده سريعين. رقم الثالث اصبع هو شوي بيكون وسط بسرعته او بمرونته. عندهم دايما مشكلة هو بالرابع والخامس بيكونوا ميتين، يعني عادة بيكونوا عم بيعزفوا بتلاقيهم عم بيعملوا بس يوصلوا لهون بيعملوا هيك. دايما هول عاليين بيكونوا لانه مش عم بيقدروا يعزفوا فيهم، فبيركوا على الاول والثاني والثالث، ورقم رابع وخامس ميت يعطيك العافية. فنحن شو فينا نعمل لحتى الرابع والخامس هول يصيروا سريعين مثل الاول، مثل الاول والثاني والثالث. هلا في تمرين بسيط ممكن تتبعوه، بتحط صوت بيانو بتحط صوت الاورج ما عم في مشكلة. ويفضل صوت بيانو لانه صوت البيانو بيكون في بقلبه افتر تاتش او كتير شوي بده شد اكتر يعني للصوت. هذا بيساعدنا لانه نعود الاعصاب على القساوة مش على الطراوة. طيب هلا اسهل طريقة هو بهالموضوع اذا بنحط اصابعنا طبعا بتكون جالسين اصبعنا يعني القاعدة تعيد او القبضة تعيد ايدنا بتكون جالسة كأنه حاملين طابة، نفس الشي حاملين طابة تقريبا، وايدنا جالسة مش ما عم تعمل هيك ولا عاملة هيك ولا هيك ولا نزول. بهالطريقة لاحظوا كيف أصابعنا على الخمس دوسات بطريقة وضعية كأنه حاملين طابة. لاحظوا كيف الوضعية. منبلش دايما منبلش مش من الأول، منبلش من الآخر لحتى نمرن حالنا. منبلش لاحظوا كيف. هلا في ناس اول ما يعملوها ايدهم تصير هيك وايدهم تصير هيك، يعني حيصيروا يشدوا كتير. انت بدك تحاول موقع ايدك يضل ثابت بمحله، يعني عم نحرك صبيعنا بس الموقع بمحله. هذا الشيء اللي بيخلينا نوصل لنتيجة سريعة. هيدا اول تمرين. هلا فينا نطول كتير هيك، يعني فينا نعمل هيك قد ما بدك فيك تعملها، قديش فيك تتحمل تحمل. بعدين فينا نغير الطريقة. مثلا من مثل ما بيقولوا صعودا، مش ضروري نبلش من الآخر، نبلش من الأول. لاحظوا عم نرك على أو عم ندقق أكتر على الرابع والخامس.
حتى نوصل لنتيجة انه نحن عم نحس الرابع والخامس عم يبلش يفك التشنج عنهم، عم يبلش يصيروا اسرع وكذا، بنضل نتمرن حالنا. هيدي لازم ان كنت بتعزف او كنت ما بتعزف لازم يوميا تعمل تمارين على طول، تعمل تمارين للصبيح مشان اصبعك يضل بليونة معينة. فلو بتعزف مثلا بالاسبوع مرة او بالاسبوع مرتين، او بتعزف على المسرح بالجمعة مرة او بالجمعة مرتين، هذا ما بيكفي، لازم كل يوم تتمرن، كل يوم تقعد كيف كأنك عم تعمل رياضة. نفس الشيء هذا تمرين صبيح، اليمين والشمال. الشمال كمان في لهم تمارين نفس تقريبا الايد اليمين، نفس الشيء، شمال نفس الشيء. نفس الطريقة اللي بتمرن فيها ايدك اليمين بتمرن فيها ايدك الشمال، وهذا الشيء اللي بيخلي الايدتين بيكونوا بليونة معينة. يعطيكم الف عافية.